بجد ده الغدا اللي لما بحتار هعمل ايه وكمان اكون مستعجله بفضل اعمل الوصفه دي جدا جدا. حلوه قوي وسهله مش مكلفه وبيعشقوها. فطاير اللحمه المفرومه مختلفه عن الحواوشي، لكن طعمها لذيذ يا جماعه، بجد ادمان. قبل ما نبدا الفيديو، انا ولاء ودي قناتي. لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير الفيديو لو عجبكم. لكن قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد. بصوا بقى المقادير سهلة قد ايه. دول 4 كوبايات من الدقيق وعليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، ولا بيكنج باودر ولا خميرة ولا أي حاجة. هنستخدم معاها شوية مية من الحنفية. المية دي ال4 كوبايات دي هياخدوا من كوباية لكوباية وربع من المية. طبعا بيختلف الكمية على حسب نوع الدقيق. أنا الدقيق بتاعي خد ال4 كوبايات خدوا كوباية وربع من المية بالظبط. اهم حاجة بقى في العجينة دي اننا نعجنها كويس جدا. يا دوب هنلم المكونات كده على بعضها وبعدين نبدأ نعجن فيها عجن، يعني 10 دقايق كده على الاقل. لو في العجان طبعا هتسهل عليكم الحكاية وهتاخد 5 دقايق بس في العجان. بعد ما خلصنا عجن هنغطيها ونسيبها ترتاح على الاقل نص ساعة. نبدأ بقى في مقادير الحشوة بتاعتنا. اسهل من كده مش هتلاقوا. نص كيلو من اللحمة المفرومة، عليها كوباية بصل اخضر متقطع ناعم، ويفضل بصل اخضر يا جماعة مش بصل ناشف. وعليها قرن فلفل حار، ممكن يبقى فلفل احمر رومي لو انتوا حابينه مش بتحبوا الحار. والبهارات اللي انا كاتباها على الشاشة اهي زي ما انتوا شايفين، حاجات كلها موجودة ان شاء الله في المطبخ بتاعنا، مش هنحتاج نشتري حاجة من بره بإذن الله. واللي ما بيحبش اي نوع من البهارات اللي انا حطاها دي وضيفاها يقدر يستغنى عنها بكل سهولة. البطل بقى بتاع الوصفة دي هما معلقتين من الصويا صوص، معلش دول مش هينفع نستغنى عنهم. وكمان معلقتين من الزيت. المقادير سهلة وبسيطة والحشوة بتتعمل في 3 دقايق. وكمان عليهم معلقة صلصة طماطم. زي ما ادينا العجينة بتاعتنا حقها في العجن، هندي كمان الخلطة بتاعتنا دي حقها في اننا نعجنها كويس قوي. كل ما سمغناها مع بعضها كل ما ادتنا نتيجة حلوة جدا، لاننا بنعجن عجينة بالدقيق بالظبط. خلاص كده ظبطناها، هناخدها بقى ايه ونغطيها كده حوالي ربع ساعة كده. كل المكونات دي تاخد من طعم بعضها مش اكتر من كده. تجهزوا الحشوة من قبلها بيوم من بالليل في التلاجة برضو براحتكم. بعد كده هنجيب العجينة اللي ارتاحت واتظبطت، وهنجيب بقى على الرخامة كده رشة من الدقيق تكون رشة كويسة، وهنقسم ال4 كوبايات دقيق ل6 قطع. هيعملوا معانا 6 فطاير، يعني هيكفوا 6 أفراد بإذن الله. الفطيرة حلوة وكبيرة ومشبعة. وهنكورها كده ل6 كور. ان شاء الله تكون الطريقة سهلة وواضحة للجميع. طبعا هنشكلهم كلهم بالشكل ده ونغطيهم ونسيبهم برضو يرتاحوا كمان 10 دقايق. هنجيب بقى اول كورة بدأنا بيها اللي احنا عملناها في الاول تكون خدت وقتها في انها ترتاح وتتفرد معانا بكل سهولة. هنفردها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده لحد ما توسع معانا وتبقى دايرة حلوة كده، يعني سمكها تقريبا نقول نص سنتي. اهو ده كده سمكها اللي احنا محتاجينه. هنجيب ايه المقطع او السكينة ونقطع بس ناحية واحدة من الدايرة بتاعتنا. وهنبدأ بقى ايه نفرد الحشوة بتاعتنا. برضو الحشوة هنقسمها على 6 اجزاء زي ما قسمنا العجينة على 6. كل كورة من حشوة اللحمة المفرومة هنفردها على كورة من العجين بتاعنا. وهنسيب ناحية واحدة بس كده في الدايرة بتاعتنا من غير ما يكون عليها حشو، عشان هنطبقها كده بالشكل اللي احنا شايفينه على اللحمة عشان تكون متماسكة وكويسة متفتحش مننا واحنا بنسويها. بصوا كده الجمال ما شاء الله يا جماعة، تحفة، والولاد بيحبوها جدا جدا. خلاص كده قفلناها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الخطوة اللي جاية دي بقى مهمة جدا، وهي نقفل حروف المثلث بتاعنا ده او الفطيرة بتاعتنا بالشوكة. لازم نقفل عليها كويس قوي. دي واحدة تانية اهي هنقفل عليها برضو كويس جدا بالشوكة. ممكن بقى الفطيرة دي نسويها في الطاسة زي ما انا هعمل في الفيديو هنا، وممكن كمان نسويها في الفرن عادي. في الطاسة هنجيب معلقتين من الزيت بيسخنوا كويس، وهبدأ انزل فيهم بالفطيرة بتاعتي. وبعدين هبدأ اخلي النار على نار متوسطة، اغطيها لحد ما تبقى نار متوسطة واغطيها. مهم قوي قوي اننا نغطيها علشان نضمن انها تستوي كويس، لان احنا حاطين اللحمة نية. حوالي 5 دقايق على كل ناحية، وبرضو برجع اغطيها تاني.
بصوا بقى الجمال يا جماعة، بصوا يا نهار ابيض على ريحتها وهي بتتعمل، ومقرمشة ورهيبة وخطيرة. ودي واحدة كمان اهي، متاخدش بقى لا زيت كتير ولا تبقى شايلة دهون كتير ولا اي حاجة. ما شاء الله اللهم بارك. كمان ممكن نسويها بقى على الجريل. عايزة اقول لكم ان احنا ممكن نسويها في التوستر كمان، تخيلوا. بصوا بقى السهولة، بصوا القرمشة، يا نهار على الجمال، ما شاء الله يا جماعة هتعجبكم جدا جدا. بصوا كده مع شوية مخلل، مش محتاجين اي حاجة تانية جنبها. احلى واجمل غدا بجد هتجربوه. لتر حاجة ساقعة بقى معاها، وكده يبقى ده الغدا التمام. وصفة حلوة وتغيير وسهلة، وكل واحد بياخد كده الفطيرة بتاعته يعيش حياته بيها، وحرفيا بتبقى روعة. هنا هيكون خلص فيديو النهاردة، اتمنى ان شاء الله ان يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو لسه مشتركتوش. اشوفكم فيديو جديد على خير، استنى رأيكم في الكومنتات، ولان فعلا الكومنتات بتاعتكم بتفرق معايا جدا وبتفرحني. اشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم.